اصلا كده كده كلنا بنشتغل بالواسطه في المجال. يبقى السؤال، انا مش لاقي شغل. الحقيقه دايما عشان نحل المشكله احنا محتاجين نفهم ايه سبب المشكله. سبب المشكله ممكن ينقسم على حاجتين. اول حاجه، دلوقتي حاليا في حاجه اسمها application tracking system اللي احنا بنتكلم عنه وبنقول ATS او نظام ال ATS. الشركات الكبيره دلوقتي بقت بتفلتر السيفيهات، مش ان هي هتقعد تقرا كل CV لوحده وهكذا، ولكن هي بتبدأ تشوف كل CV بيعدي على برنامج اسمه ال ATS، وهو بيبدأ يفلتر بأكتر ناس مؤهلة. طبعا عشان نعرف حوار ال ATS ده ممكن نتكلم عنه بالتفصيل في فيديو تاني منفصل، بس انا بتكلم ان انا دايما لازم اكون في السي في بتاعي ببقى حاطه كلمات مفتاحيه معينه على حسب الوظيفه اللي انا مقدم عليها، علشان يقدر ساعتها برنامج ال ATS يقراها ويفهمها. تاني حاجة، ان انا اصلا بكون بقدم على وظيفة ما هيش مناسبة للمؤهلات بتاعتي. يعني مثلا ما كنتش لسه متخرج ورايحة اقدم على وظيفة سينيور، ما كنتش مثلا انا شغال انجولار واروح اقدم على رياكت. كل ده طبعا بيقلل فرصي جدا. بلس كمان لما تيجي تقدم على وظيفة حاول دايما تكون من الناس اللي في الاول. بمعنى ايه؟ ما يبقاش مثلا مقدم على الوظيفة 300 400 شخص وانا اروح اقدم. هل ده معناه ان انا لو عديت كل الحاجات دي هتقبل في الشغل؟ لا برضو. احنا محتاجين برضو نبص على كذا حاجة. فاول حاجة اكون صريح مع نفسي شوية، هل انا مؤهل للشغل ده؟ يعني مثلا انا كفرونت اند ديفلوبر هل اقدر اطلع ويب سايت كامل لوحدي؟ اقدر اخليه ريسبونسيف؟ اقدر اعمل ديباج؟ اقدر اعمل يونت تيست ليه؟ كل الاسئله دي انا محتاجه اسالها لنفسي. هل انا فاهم اساسيات كويس في الجافا سكريبت؟ هل انا فاهم الفريم ورك شغال ازاي؟ هل انا فاهم اللايف سايكل بتاعتي ماشيه ازاي؟ فلازم انا اكون صريح مع نفسي، اقعد كده واشوف انا فعلا مؤهل للشغل ولا انا مجرد كتابه في ورق ان انا مخلص كورس كذا. تاني حاجه هي، هل انا عملت بروجكتات؟ هل انا ليا بورتفوليو كويس؟ الشركات ما بتهتمش انت واخد كام كورس ومخلص كام بلاي ليست ومخلص 50,000 فيديو، انت عملت ايه؟ التطبيق دايما غير السمع. انت ممكن تبقى شايف شخص بيكتب كود وانت شايفه سهل جدا، ومع ذلك لما تيجي تكتبه انت بايدك الموضوع بيكون صعب. فدايما الشركة عايزة حد طبق بايده، مش حد اتفرج على حد شغال اوريدي طلع بروجكت، طلع برودكت الناس بدأت تستخدمه، الناس بدأت تشوفه. فانت ازاي وظفت كل السكيلز اللي عندك في بروجكت؟ هو ده السؤال. هيجي يقولك انت ايه المشاريع اللي انت عملتها، مش هيقولك ايه السكيلز اللي معاك. من الاخر لما تيجي بقى تقول له انا عملت مشروع الفلان، انا استخدمت فيه 1 2 3 4، يبقى انت كده اديت له السكيلز بالدليل. تالت حاجة، مجالنا محتاج فيه نتورك. دي حاجة كبيرة جدا كده لازم نكون مهتمين بيها. اصلا كده كده شغلكم بالواسطة، دي كلام كتير ممكن تسمعه. لا، شغلنا مش بالواسطة. انا ببقى عامل علاقات كتيرة في المجال، عارف الشخص ده عارف الشخص ده عارف الشخص ده، وتعاملنا اشتغلنا مع بعض في مشروع. جه مثلا هو كان علاقتي كانت كويسة مع الشخص ده، هو أول ما بيبقى فيه بوزيشن مفتوح عنده في الشركة هو هينزل مثلا عنده بوست يقول والله يا جماعة احنا الشركة الفلانية بتطلب ان يكون في شخص بالمؤهلات المعينة. انا لما اجي اتواصل معاه وقتها هو عارفني ليه؟ لان في نتورك ما بيننا، عارف الشخص ده. ساعتها هيقول ايه؟ طب معلش ابعتلي CV وانا هعمل لك ريكومنديشن او هعمل لك ريفير. هل ده معناه هو كده واسطة؟ لا، هو سهل عليك او وصلك للاتش ار دايركت، يعني هو يعتبر سهل عليك الطريق، بس ده مش معناه ان انت اتقبلت. انت لسه ستيل السكيلز بتاعتك والبروجكتس بتاعتك هي اللي هتحكم ان كنت هتكمل في الشغل ولا لا. انت هو بس وظيفته يسلمك كده للشركه، تفضلوا الشخص ده يعني كويس انا اتعاملت معاه. طيب، فالنتورك عندنا مهمه جدا جدا، يعني بصوا فوق ما تتخيلوا. انا اول شغل ليا كنت لسه معيش فريم ورك، بس الكلام ده من 3 سنين، فكان ممكن الموضوع منتشر غير دلوقتي لازم يبقى معاك فريم ورك. وقتها قال لي حد لقيته تواصل معايا وقال لي يا بسمله لو انت فاكراني مش عارف ايه، احنا عندنا طالبين في الشركه UI UX ديفلوبر. قلت له بس انا ما بعملش غير 1 2 3، انا مش معايا خالص فريم ورك. قال لي ايه؟
مش مشكله، احنا مش عايزين حد فريم ورك. ووقتها عملت الانترفيو وعدت. فهنا العلاقات بتفرق. زي ما قلت ان النتورك مهمه، مش لازم بس تكون السكيلز بتاعتي كويسه. في ناس كتيره جدا السكيلز بتاعهم فوق الممتازه، بس الاتيتيود بتاعهم وحش خالص. بمعنى ايه الاتيتيود بتاعهم وحش خالص؟ اول حاجه ممكن ما يكونش شخص ملتزم، ممكن يكون شخص بيكذب، ممكن يكون شخص بيأفور. كل دي صفات مش كويسه انها تكون موجوده في شخص هيشتغل معانا. ممكن يكون شخص كئيب كده وقافل على نفسه، وبصوا يعني محدش يقرب منه وهو شغال بجد. انا ممكن اعلمك سكيلز، انا سهل ان انا اعلمك سكيلز، لكن صعب ان انا اعلمك اتيتيود. فمهم جدا ان انت بس تشتغل على نفسك، مش لازم يكون سكيلز بس، لا ممكن تشتغل كمان على نقطه ان انا اكون الاتيتيود بتاعي كويس. ان لما حد يجي يفتكرني يقول اه والله الله يمسيه بالخير، ده عمره ما كان بيبخل علينا بمعلومه. او يقول مثلا ايه ما شاء الله ملتزم جدا في مواعيده، اول ما بقول له يديني الميعاد بيسلم الحاجه في ميعادها. فانت دايما اشتغل على النقطتين دول، مش نقطه واحده بس اللي هي السكيلز. رابع حاجه، قدم على اي فرصه متاحه قدامك. ايه ده؟ مش ده بيعاكس الكلام اللي انتي قلتيه في الاول؟ لا. بمعنى ايه؟ انا واحد فريش وظهر قدامي حاجه جونيور، قدم عادي جدا. مثلا هو طالب في الريكويرمنت 5 حاجات، انا معايا 4 بس، قدم برضه. مش مثلا يبقى فيها حاجه واحده وانا اروح اقدم، يعني انا مثلا هو طالب 5 حاجات وانا معايا حاجه واحده اروح اقدم، لا. دلوقتي اي فرصه انت شايف انها مناسبه ليك بنسبه تتراوح من 70 ل 100%، قدم. مفيش اصلا وظيفه انت هتلاقي نفسك مؤهل ليها 100%، مفيش. يعني اللي يقولك كده بيكذب عليك. دايما هتلاقي حاجات هما طالبينها هي مش موجوده عندك. وده بيخليك على فكره ايه، ده بيديك برضو ان انت تبقى عارف ايه الحاجات المطلوبه في السوق، وتبدا تسجل كده بورقه وقلم. انا كل ما باجي اقدم على وظيفه بلاقي فيه ريكويرمنت معينه مش موجوده عندي، الاقيها مثلا متكرره في كذا وظيفه، فلا انا لازم اشتغل على نفسي في الحته دي واذاكرها عشان تبقى دي بونص ليا. حلو. يبقى انا اما اجي اقدم على اي فرصه متاحه، ده مش معناه اول ما اجي افتح كده واروح ابص على الشغل فرونت اند اروح اقدم فيهم كلهم. اقرا الريكويرمنت، مهم جدا جدا ان انا اقرا الريكويرمنت، لان زي ما قلت لكم هو ممكن يكون طالب حد بصفات معينه وانا عكسها تماما واروح اقدم. هو ده مش هيخسرك حاجه، بس هو انت بعد كده بيجي لك احباط، اللي هو ده انا قدمت على 20 وظيفه وما تقبلتش ولا واحده. لا، ما انت ما قدمتش، دول مش فاليد. ال20 وظيفه اللي انت قدمت فيهم دول مش فاليد اصلا. لازم تقدم على 20 وظيفه بس يكونوا الريكويرمنت بتاعتهم مناسبه او قريبه للكواليفيكيشن اللي عندك. حاول تعمل مشاريع صغيره وابدا اعرضها للناس، ابدا اعرضها على المواقع بتاعه الشغل زي لينكد ان، وممكن نعمل فيديو بيتكلم عن اهم المواقع اللي احنا ممكن نقدم وندور على شغل فيها. ابدا اظهر شغلك، حاول تستغل وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا قاعدين عليها ال 24 ساعه دي في ان انت تبدا تظهر نفسك. في ناس كتير هتقولي بس الفريندز اللي عندي قرايبنا ومش قرايبنا عادي، ممكن تعمل اكونت تاني خالص ما دام انت مش حابب يكون ده برايفت. اعمل واحد تاني خاص بيك ويكون في ناس في نفس المجال هم الفريندز اللي عندك. طبعا في مواقع اصلا مخصصه لده زي لينكد ان وقبيله واكس اللي هو تويتر سابقا. كل دول على فكره انت ممكن تبقى المجتمع بتاعك اللي هم صحابك كلهم يكونوا بس في مجال التك. ابدا اعرض الكود بتاعك، الناس تبدا تعدل لك عليه، تقول لك في مشكله معينه في الخط، يعني في السطر الفلاني، يعملوا لك ريفيو، تاخد اراء الناس، يقولوا لك مثلا محتاج تزود خاصيه معينه، تشيل خاصيه معينه. حاول تظهر، حاول تابديت اول باول نفسك. كل ده بيفرق، يعني كل ده بيفرق في المجال. انا اول مره عملت موقع كان بال HTML للناس اللي معايا على لينكد ان ممكن يدخلوا يشوفوه. كنتش اتعلمت حاجه، انا لسه متعلمه HTML بس، ونزلته عادي جدا. عملت وردتين حطيتهم وسكرول كده ومكتوب ورد لاحلى الناس وحاجات. بصوا يعني انا مش بتكسف منها عموما، بس يعني انت شفتها تقول ايه ده حد في اولى ابتدائي يعملها. بس مع ذلك انا لسه انا بتعلم، وكل ما عايزه اتعلم حاجه عايزه اسال الناس واشوف ايه رايهم ويقولوا لي ايه الصح وايه الغلط، عشان انا
مش في مجال الشغل، انا لسه بتعلم، بس انا عايزه اكون في نفس المستوى او في نفس التفكير او في الانفايرومنت بتاعت الشغل، ابقى عارفه هم بيفكروا ازاي او ماشيين ازاي، ابقى على خطاهم زي ما بنقول. فدي حاجه مهمه جدا. اعمل مشاريع صغيره زي ما قلت لك، وفي نفس الوقت اعمل فريلانس بروجكت. يعني مش لازم اول شغل ليك يكون في شركه، عادي انت ممكن يكون مشروع تخرج مثلا، تكون منتور ليه، مش تاخد تعمل مشروع، لا تكون منتور ليهم. مثلا تدخل على مواقع بتعمل فريلانسز بروجكت زي ابورك وخمسات وحاجات كتير كده ومستقل، تدخل برضو تشوف ايه المشاريع اللي بتطلب واعملها. مش لازم تديها لزبون، يعني انت مش لازم تبيعها، انت لسه محدش عارفك وانت عايز تبدا، بس شوف ايه المشاريع اللي بتطلب واشتغل عليها. شوف نفسك هتعرف اصلا تعمل حاجه زي ما العميل ممكن يطلبها منك قدام ولا لا، وابدا اعرضها. قولي يا جماعه انا عملت المشروع الفلاني واستخدمت فيه سكيلز 1 2 3. ابدا اظهر. برضو حاول يكون ليك منتور، ممكن يكون فري وممكن يكون بفلوس، عادي جدا. بس انا مثلا بدخل اشوف ناس تقيله في المجال، فعلا عارفه ان هو هيديني خبره. خد بالك مش لازم اللي واخدين شو، يعني في ناس واخده شو بس ان هم ظاهرين وكده، بس كتكنيكال او كمساعده لا. لا انا بقول لك شوف ناس تقيله فعلا بيقدموا فاليو، بيساعدوا الناس. ادخل كلمهم، قول لهم يا جماعه انا واحد لسه بادئ الطريق، خد منهم نصايح وتعلم منهم. احنا كلنا بنتعلم، وده اللي انا ماشيه بيه صراحه. يعني اي حد عارفني عارف ان انا بعمل كده، انا بدخل اشحت عليا جدا ادخل لكل الناس واقول لهم يا جماعه انا بسمله، ابدا اعرفهم بنفسي، انا بسمله لسه بادئه في المجال 1 2 3 ومعايا 1 2 3، ايه اللي ناقصني؟ يعني لسه اصلا قافله امبارح مكالمه مع حد في نفس الموضوع، يعني يعني برغم ان انا اوريدي شغاله، بس لا استيل انا شغاله على نفس النقطه دي، اللي هو انا عايزه اطور من نفسي واشوف ناس اكبر مني واقدم مني وعندهم خبره اكتر مني بكتير في المجال يساعدوني. دي مش غلط ولا عيب ولا اي حاجه، يعني عادي جدا كلنا بنتعلم من بعض. بس كده انا حاولت الخص عليكم بعض الحاجات اللي ممكن تساعدكم عشان تلاقوا شغل بطريقه اسهل واسرع. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، بجد ببقى ممتنه جدا وبتدعموني. ان شاء الله قولوا لي كده لو عاوزين نتكلم على اهم المواقع اللي احنا ممكن نقدم على شغل فيهم. باي باي.